وسعد ولت عند شط فراتي، لغة الطهارة في حمى الكتاب اخترت أمهما. تعالوا الآن نأخذ شرح العلماء لأصوات النمل. هو ليس صوتا واحدا وليس جمل، بل كلام معقد جدا. هنا نأخذ من مجلة ساينس الأمريكية، مجلة العلم. هي نشرت موضوع تحت عنوان النمل يتكلم. المجلة يا جماعة قالت إنهم اكتشفوا أن للنملة لسان خاص بالكلام. هذا اللسان يتواجد في ظهر النملة في هذه المنطقة. وبعدين هنا تكبير العضو اللسان أو المتكلم اللي بيصدر لغة النمل. وبعدين هنا في الصورة الثالثة تكبير أكثر، هكذا يبدو. ثم نهاية هذا هو الميكروفون أو هذا هو العضو الذي تتكلم به النملة. انظروا سبحان الله.